5 حاجات توصلك لأي هدف من غير سحر ولا وهم وبأقل إمكانيات عندك. استنى معايا لآخر الحلقة، لأن في الآخر حاسب لك تمرين عملي بسيط بس تقيل في تأثيره. تمرين لو طبقته ممكن تبقى نقطة التحول الحقيقية في رحلتك. اللي هقوله لك النهاردة مش كلام تحفيزي من بره، ده خلاصة سنين من الوقوع والقومة والدوامة. أنا مستر فايبس، وجاي أقولك ببساطة في 5 حاجات لو طبقتهم هتوصل لأي هدف في أي وقت وبأقل إمكانيات. أول حاجة، اعرف ليه. أول سؤال المفروض تسأله لنفسك مش أبدأ منين، لا، اسأل أنا ليه عايز أوصل. النية دي هي اللي بتفصلك عن الناس اللي بتجري على أهداف مش بتاعتهم. شوف الناس اللي كل شوية تغير حلمها، مرة عايز يبقى مشهور، مرة عايز يبقى غني، مرة عايز يبقى مؤثر. كل ده حلو، بس لو مش نابع من جواك هتزهق أول ما هتتعب. أنا عن نفسي كنت فاكر إن هدفي إني أوصل وبس، لكن الحقيقة لما فهمت ليه الطريق بقى ليه طعم مختلف. تاني حاجة، ابدأ باللي معاك. كنت مستني اللحظة المثالية لما يكون عندي وقت أو فلوس أو كاميرا كويسة أو حد يساعدني، بس اللحظة المثالية عمرها ما هتيجي. الحقيقة إنك أنت اللي بتخلقها لنفسك. أنا فاكر أول فيديو كنت بصور بصوت الموبايل وكاميرا مش قد كده وبرفكت، والتايم ما كانش كويس. حتى لما نشرت الفيديو كنت بصور في أوضة ضلمة وبقول اللي جوايا، بس بدأت. ابدأ بورقة، بنوتس على تليفونك، بصوتك. ابدأ صغير بس ابدأ وتحرك. تتحرك دلوقتي أحسن ما تتحرك بعدين. تالت حاجة، التكرار. التكرار بيعمل المعجزات. كل يوم بتكرر بتكسب خطوة. مش لازم أول حاجة تعملها تنجح، بس كل محاولة بتمهد الطريق للمحاولة اللي بعدها. أنا شخصيا سجلت أكتر من 50 فيديو من غير ما حد يتفاعل، بس كان في لحظة الفيديو 51 بدأت الرسائل توصلني، التعليقات تلمسني، والناس تسمعني. التكرار مش بس تمرين، ده وعد لنفسك أنا مكمل حتى لو محدش شايفني دلوقتي. رابع خطوة، خف من الراحة مش من الفشل. أخطر حاجة على حلمك الراحة، إنك تبقى في الكومفورت زون بتاعتك. لما تبقى في وضع مستقر ظاهريا بس جواك ميت، بتشتغل تمام بس حاسس إنك عايش على وضع تلقائي، الأوتو بايلوت. دي علامة خطر. الفشل عادي، اللي يخوف بجد هو إنك تندم بعد 5 سنين إنك ما تحركتش. اعمل اللي نفسك فيه حتى لو وقعت، لأنك لو ما عملتش كده في جزء منك هيموت كل يوم من غير ما تحس. خامس حاجة، انت مش لوحدك. انا عارف انك بتعدي بظروف محدش حاسس بيها، بس صدقني في ناس كتير زيك بتقع وبتقوم، بتحلم وبتخاف وبتحاول. الفرق انهم بيكملوا. شارك حلمك مع ناس شبهك، ادعم حد واستقبل الدعم من اي حد. ما تتكسفش تقول انك محتاج تشجيع. مفيش بطل حقيقي ما وراهوش فريق. لو فضلت معايا لحد اللحظة دي فانت فعلا مستعد تبدأ، وده وعدي ليك. هسيب لك في اول تعليق رابط او كومنت في تحميل ل10 جمل تحفيزية قوية جدا كتوكيدات يومية، positive affirmations. الجمل دي اكتبها لنفسك، حطها قدام عينك يوميا، كل يوم اقراهم. هيغيروا في طاقتك بدرجة تتخطى 180 درجة. خدهم، اطبعهم، علقهم قدامك، وابدأ من بكرة. ولو حاسس ان الفيديو ده فرق معاك اعملي لايك واشترك بالقناة وشارك الحلقة مع حد محتاج يسمع الكلام ده. انا مستر فايبس، وبقولك انت مش بعيد بس محتاج تتحرك دلوقتي. انت مش لوحدك.